يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. هنعمل مع بعض النهاردة رز بلبن خطير، قوامه كريمي لذيذ جدا، سكره مظبوط. وأنا داليا، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي، لايك وشير لو عجبك الفيديو. ومع شوية تريكات بسيطة جدا هتعملي رز بلبن أحلى من اللي بتشتريه من المحلات بكتير. مع بعض هنبدأ نجهز وصفتنا. هنجهز مع بعض النهاردة مقدار صغير عشان المكونات تبقى واضحة. تقدري انت تضعفي المقادير براحتك. في حلة على نار عالية هنزل بكوبايتين كبار من المية، هسيب المية لحد ما تغلي وانزل عليها بنص كوباية من الرز المصري، وعلى حسب نوع الرز اللي انت بتستخدميه. انا بستخدم رز ما بيتغسلش. لو انت الرز اللي بتستخدميه بيتغسل بتغسليه كويس وتصفيه وتحطيه مع المية وتقلبيه علشان ما يلزقش في بعضه. هستنى على المية لحد ما ترجع تغلي والرز فيها. هغطي الحلة واحسب 5 دقايق بالظبط. المية بتغلي مع الرز. هطفي النار وهسيب الرز منقوع في المية المغلية لمدة ساعة. وطول فترة النقع الحلة متغطية، مش هنرفع غطا الحلة خالص عشان المية تفضل سخنة. بعد ما نقعت الرز في المية السخنة لمدة ساعة، حجمه اتضاعف، شرب كل المية اللي أنا حطيتها له. وعلى نار عالية هضيف كوباية لبن للرز. هسلق الرز في اللبن، طعمه هيفرق كتير، أحلى من إنك تسوي الرز في المية مع التقليب المستمر عشان الرز ما يكلكعش ويمسك في بعضه. وزي ما بتسوي الرز العادي، أول ما يشرب اللبن اللي انت ضفتيهوله هتوطي النار خالص، تخليها شمعة وتغطي الحلة وتسيبيه 10 دقايق يكمل سواء على نار هادية. هسيب الرز على نار هادية يكمل تسويته. وفي بولة ناشفة ونضيفة هنزل بكيلو من اللبن، يكون ما اتغلاش قبل كده، واللبن يكون طبيعي من عند اللبان، مش لبن شركات من السوبر ماركت. ده بيفرق كتير جدا. والمعيار اللي هنمشي عليه لكل نص كوباية رز كيلو من اللبن الطبيعي. وللناس اللي بتحب الرز بلبن يكون مسكر شوية هنضيف كوباية إلا ربع من السكر. واللي بيحب الحاجة سكرها مظبوط بالملي، أنا عن نفسي ضفت نص كوباية من السكر مع كيس فانيليا. والسكر ده بيكون على حسب الرغبة. هضيف معلقة كبيرة من لبن البودرة. واختياري هنضيف معلقة كبيرة من كريم شانتيه خام غير محلى، وصدقيني هيفرق معاكي في الطعم وفي القوام جامد جدا. رشة ملح صغيرة جدا، يعني أقل من ربع معلقة صغيرة من الملح. وعشان قوام الرز بلبن يبقى كريمي أكتر وغني هضيف نص كوباية من قشطة وش اللبن. وزي أي ست مصرية أصيلة، لما بجيب اللبن الطبيعي بغليه هبيته في التلاجة، تاني يوم هشيل وش القشطة من على اللبن. ولو مش متوفر عندك في الفريزر قشطة وش اللبن، ممكن تشتريها من عند اللبان. هنقلب المكونات مع بعض كويس جدا، هنركنها على جنب، نرجع لتسوية الرز. الرز اتسلق وشرب كوباية اللبن اللي ضفناها له كلها. هننزل بالخليط اللي جهزناه وهنقلب تقليبة حلوة، وهنخلي النار متوسطة. هنفضل نقلب باستمرار من وقت للتاني ونسيبها لحد ما الرز يستوي. وأول ما حبات الرز تطلع لفوق شوية وتبقى ظاهرة معانا على الوش كده، يبقى الرز استوى. هجيب نص كوباية لبن واضيف لها معلقة كبيرة من النشا. هقلب كويس جدا لحد ما اتأكد ان النشا داب تماما في اللبن. هنزل بيه في حلة رز بلبن مع التقليب المستمر عشان النشا ما يلحقش يكلكع معايا. وهقلب تقليبة محترمة عشان اتأكد ان النشا توزع بالتساوي في الحلة كلها. وبعد ما نضيف النشا ضروري نسيب الحلة تغلي غلوة محترمة جدا عشان طعم النشا ما يبانش في الرز بلبن. هطفي النار وهحطه في الأطباق على طول عشان ما يلحقش يكون وش في الحلة ويكونه في الأطباق. وقبل ما تحطيه في الطبق بالمغرفة هنقلب تقلبتين، لأن الرز بيقع لتحت، فعشان الأطباق كلها تبقى زي بعضها. ومن نص كوباية رز وكيلو لبن عملت 6 فخارات كبيرة. وهنسيب الرز بلبن من غير ما نغطيه ولا نحطه في التلاجة غير لما يبرد خالص، يبقى بدرجة حرارة الغرفة. هتسيبي أطباق رز بلبن سادة، أو تديها رشة من القرفة مع شوية جوز هند، حبة زبيب كده فاضلين عندنا من رمضان.
كل ده على حسب الرغبة وولادك بيحبوا ايه وبياكلوا ايه وما بياكلوش ايه. هغطي الأطباق وأحطها في التلاجة أقل حاجة 6 ساعات قبل الأكل. صحي جدا، مغذي، طعمه لذيذ، خصوصا بقى لما ناكله ساقع في الجو الحر ده بيبقى طعمه رهيب. قوامه كريمي في نفس الوقت متماسك. جربيه، هيعجبك ويعجب ولادك، وبألف هنا وشفا.